رسموا له شجرة ونصبوا عليه في صفقة استيراد ذرة ودفع فيها 125 مليون جنيه شقى عمره، وبسبب كده باع المحل ورجع تاني على البلاطة. فتعالوا معايا أعرفكم إزاي تم النصب على صبحي كابر وليه اضطر يبيع محله، وإيه يا ترى تعليق صاحب المحل الجديد على كلامه ده، وكمان علاقة الشيف براك بالحدوتة. سبحان الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. امبارح كان صبحي كابر صاحب أكبر مطعم مشويات وكباب في مصر كلها، والنهاردة بقى حتى مش معاه عربية اليد اللي كان بيسرح بيها، وكل ده من الطمع. صبحي كابر طلع بنفسه وأكد إنه باع المحل بتاعه بعد ما اتنصب عليه في صفقة استيراد ذرة لمزرعة العجول بتاعته ب 125 مليون جنيه. معرفش يوصل للنصاب كمان. المعلم صبحي طلع بنفسه وحكى كل اللي حصل معاه وقال: أنا بحب الشقة وبحب أشتغل ومش عايز عيالي يشوفوا اللي شفته، عايزهم يرتاحوا. بجيب واشتري ذرة لتسمين المواشي في مزرعتي، ممكن أجيب 500 طن ذرة، والحمد لله المزرعة فيها 4 أو 5000 راس. المهم في شخص جه وقال لي الذرة دلوقتي ب4 جنيه للكيلو، الذرة سعره هيزيد ل6 جنيه للكيلو من سنة ونص فاتوا، يعني هنعمل فلوس قد كده، وأنا طمعت. كمل صبحي كابر كلامه وقال: كان معي قرشين وبعت دهب مراتي وبعض الممتلكات واستلفت فلوس من جماعة أصدقاء، ودخلت فعلا في موضوع مركب الذرة. قعدت استنى الذرة يجي بكرة يجي بعده، طلع الراجل في الآخر نصب على نص مصر كلها وخلع وراح دبي. قلبت عليه الدنيا عن طريق شيوخ أعرفهم وبرضه ما عرفتش أوصله. المهم خدت من الناس فلوس كتير والمحل بعدها اتحرق وقامت حريقة. احتجت فلوس تاني عشان أوضب، وعن حجم الفلوس اللي بقى مديون بيها قال صبحي كابر: استلفت 75 مليون جنيه من الناس، عملوا فايدة بقوا 125 مليون جنيه. وبعدها عرضت المحل للبيع وكلمت صاحب براند شهير في المطاعم عشان يشتري المحل، كان لهم فلوس عندي، دخلوا وخدوا المحل واتفقنا وعملوا شركة سموها الأكابر رغم ان شركتي اسمها الكابر. وعن بداية خلافه مع صاحب المحل الجديد قال صبحي كابر: اتفقت معاهم ياخدوا لحمة المحل من عندي، بقوا يجيبوا نص اللحمة من بره والنص التاني مني، قالوا لي ما تتدخلش، وبقيت كومبارس في المحل، اروح اعمل فيديوهات ليهم، وبقيت شغال معاهم عشان عندي دورة للمزارع. وقلت ساعتها ربنا له حكمة يذل من يشاء ويعز من يشاء. حتى الصنايعية اللي كانت شغالة معايا بقوا يعاملوني وحش، وجابوا كمان جزارين من بره. وطبعا بعد كل ده قرر صبحي كابر انه يكشف الحقيقة قصاد الكل، وحصل اللي حصل. لكن اصحاب المحل الجداد طلع واحد منهم وهو هشام الامام اتكلم وقال انه مش ممانع انه يرجع المطعم تاني لصبحي كابر، وانه اشتراه منه ب 120 مليون جنيه ومستعد انه يرجعه بس لو صبحي كابر رجع الفلوس اللي خدها للبنك، وانهم كمان اشتروا منه العلامة التجارية الخاصة بالمحل. المفاجأة الكبيرة إنه الشيف براك التركي استغل الحوار ده وطلع وكشف مفاجأة كبيرة قوي، وهي إنه هيفتح مطعمه الجديد في شهر نوفمبر الجاي في التجمع الخامس. وقال براك في فيديو ظهر فيه: السلام عليكم، أنا شيف براك، هفتح أكبر مطعم في مصر بمنطقة التجمع الخامس في نوفمبر، أنا في مصر، أنا بحب مصر. وفي النهاية تفتكروا إزاي هتنتهي بقى أزمة مطعم صبحي كابر؟